بص يا صديقي، انمي النهارده غير اي انمي تاني شفته في حياتك كلها. وده وعد مني ليك ان انت هتستمتع وانت بتشاهد الانمي ده من اول دقيقة لاخر دقيقة. وبعد ما تخلص يا صاحبي هتنزل تحت في الكومنتات وتشكرنا على الانمي، وكمان تقول لي عايزين جزء جديد. بس في البداية قبل ما نبدأ عندي تحدي صغير ليكم، وعايزين نوصل الفيديو ده ل20,000 لايك. الله الله، ده انت طموحاتك كبرت قوي يا عم دكتور. انت هو فعلا رقم صعب جدا يا جدعان، بس مفيش اي حاجة صعبة عليكم بالفعل. ودلوقتي صلوا على النبي ومشاهدة ممتعة. بيبدأ الانمي بتاعنا سنة 2029. في لحظة ما بنشوف الولد أكيرا واقف قدام الأستاذ كازو، ودوت واحد من صحاب والده بيكون مع بنته الصغيرة الأمورة اللي اسمها توسا. أكيرا طبعا ساعتها كان لسه طفل كحيان صغير، وحياته كلها اتلبت بعد ما فقد أبوه وأمه في حادثة صعبة. وساعتها قامت البنت توسا جريت عليه وهي بتقول له ما تزعلش يا أكيرا، احنا كلنا عيلتك من دلوقتي. وبالفعل وفوا بعضهم، ومن اللحظة دي الولد بقى جزء من العائلة بتاعتهم زيه زي البنت دوسا بالظبط. وتمر السنين وتعدي الليالي، وبنوصل لسنة 2008 والعالم اتغير تماما. كل حاجة بقت ماشية بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وصلت لمستوى خيالي، بقت هي اللي متحكمة في الحياة والناس كلها. لا متستغربش ولا حاجة، ده احنا داخلين على كده فعلا في العالم الحقيقي بتاعنا يا صديقي. والله كل حاجة بقت بالذكاء الاصطناعي دلوقتي. المهم بعد كده في إحدى الأيام الهداء بنشوف أكيرا بصحى من نومه بتاعه لصوت الروبوت بتاعه اللي بيتكلم وبيقوله إن ميعاد المدرسة جه خلاص. وكان وقتها بيحلم بالبنت توصل أمورة اللي بقت دلوقتي عالمة كبيرة جدا ومشهورة في مجال الروبوتات. الواد بيفتح الأخبار بيلاقي اسمها متصدر كل المواقع والصحف الإلكترونية. كل الناس بتتكلم عن اختراعاتها اللي وصلت لمستوى ذكاء صناعي فائق. بعد كده بينزل أكيرا وبيفطر مع الأستاذ كازو والبنت توسا، وبعد كده بيروح المدرسة بتاعته. وأثناء ما كان في الطريق بيحكي مشاعره الحقيقية، وبيقول البنت توسا دي هي حلم حياته وبيحبها من كل قلبه. وبا في ايه يا عم الحاج، انت يا مش اختك ولا ايه؟ بس هي دايما كانت شايفاه ان هو اخوها الصغير بالفعل، ومش هينفع اكتر من كده. الواد المسكين بيفضل عايش في الصراع ده جوه مدى الحياة، ازاي يخليها تشوفه كراجل وحبيب مش مجرد عيل تافه ويعتبر اخوها. المهم بعد كده النهار بيعدي والبنت توصل بتخلص شغلها بالفعل. وفي لحظة كده وهي بتتفرج على صور أكيرا بتلاحظ إن هو كبر وبقى راجل فعلا، وشكله بقى ناضج وجذاب كمان. الله 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 الله، ده شكل الموضوع هيكبر جدا يا جدعان. بس الفكرة بقى إن هي وقتها ما كانتش قادرة إن هي تقول اللي جواها، وخايفة إن هي تبوح له. ولكن الروبوت الصغير بتاعها بيتكلم ويقول لها أكيرا بيحب كل حاجة بتعمليها، بس لو عايزة تلفتي نظرة لازم تقربي أكتر منه وتبطلي كسوف منه شوية. البنت تتجرأ وقتها وتغني أغنية تقدم يتقدم، وتعمل له فطار وتروح علشان تديه له. ولما بيرجع من بره بيبدأوا إن هم ياكلوا مع بعض، وبيكون مبسوط جدا وقتها بالفطار. بس فجأة بيسمعوا خبر صادم. للأسف منظمة دينية أعلنت إن هي هتعمل حملة ضد صناعات الروبوت، وبيقولوا إن الذكاء الاصطناعي ده بقى خطر على البشرية كلها، وإن هو بيقلل من مكانة وذكاء الإنسان اللي خلقه ربنا. الخبر ده بينزل على البنت توسا زي الصاعقة وبيكسرها من جواها. بتتكلم وهي متضايقة وبتقول للناس عايزة توقف العلم. الروبوتات بتسهل الحيوان وبتؤذي. علم الروبوتات بتسهل الحيوان، ما بتأذيش أي حد أبدا. الجو بيقلب عكننا في الآخر بعد ما البنت كانت راح تعترف له بحبها، وكان الجو رومانسي. بعد كده أكيرا بيطلع الأوضة بتاعته ويفتح الكمبيوتر وبيكون شاغل الموضوع، ويبدأ إنه يحسب احتمالية وواقف. بحس البنت توسا بيلاقي وقتها إن في 80% من الاحتمالات إن هي تقف في شغلها بالفعل. وقتها بيتصدم الولد أكيرا، بس بيقرر إنه لازم يساعدها بأي طريقة حتى لو معنوية. وساعتها الأستاذ كازو بيدخل عليه وبيتكلم وبيقول له أنا عارف إن أنت بتحب البنت توسا ومقدر قلقك عليها، بس صدقني أنا عارف بنت كويس قوي مش هتستسلم بالسهولة ديت. هي عندها عزيمة إنها تكمل حربها ضد اللي عايزين يوقفوا العلم. ومن اللحظة دي أكيرا قرر إنه هو يفضل جنب البنت، ووعد الأستاذ إنه مش هيسيبها أبدا. بيدعمها كل اللي يقدر عليه، وبيثبت إن الحب مش مجرد كلمة وخلاص، ده فعلا حقيقي وقت الشدة. كم أنت إنسان يا أكيرا، اتعلموا منه يا جدعان. المهم بعدها بنشوف السيد كازو قاعد مع بنته بيحاول انه يتكلم معاه بهدوء كده، واتكلم وقال لها يا ترى انت لاحظت اي حاجة غريبة اتغيرت في شغلك في الفترة الأخيرة؟ فتوسى بصت له واتكلمت وقالت له وفي منظمة كده بتحاول ان هي تتدخل في الشغل بتاعي علشان تعمل تمويلات وتدعمنا في المشروع الجديد بتاعه كده. بس انا كنت مترددة في الاول وقلت انه المشروع لسه تحت الدراسة ومش متأكدة منه ابدا. وقتها أكيرا اتكلم بنبرة فيها قلق وقال لها يبقى أكيد المنظمة بنت الكلب ديت لما لقيتك إن أنت مش موافقة قررت هاجمك بالهجوم الأخير. ومن هنا يا معلم عرفوا إن الحرب معاهم هتبقى طويلة جدا. المهم بيعدي الوقت، وبعدها بكام يوم بنشوف الولد أكيرا داخل على البنت توسى بابتسامة كبيرة، وهو بيتكلم وبيقول لها خلاص بقى كفاية توتر وهموم، بقى ارمي الهموم دي في الزبالة، عايزين نشوف حياتنا، تعال نخرج سوا ونروح حديقة الحيوانات ونتفسح ونشم شوية هوا حلوين.
توصل لما سمعت الكلام دوت جريت على الأوضة بتاعتها بسرعة ورميت نفسها على السرير مش مصدقة نفسها. والواد ده بيقول إيه؟ معقولة أكيرا بنفسه بيطلب مني إن إحنا نخرج في خروجة رومانسية؟ وساعتها الروبوت الصغير بتاعها كان قاعد جنبها واتكلم بكل هدوء وقال لها بصي هقولك على حاجة، أكيرا في الأول والآخر مش أخوك من نفس الأب والأم والواد. أنت مش متمنينه رسميا وليه كينيا واسمه مختلفين عنك تماما، يعني من حقكم إنكم تكونوا في علاقة حب من غير خجل. والله الروبوت ده جدع يا جدعان، اقسم بالله أنا عايز واحد من ده معايا. وقتها توسا كانت متوترة جدا وفرحانة في نفس الوقت، وقامت تدور على كل حاجة ممكن إنها تحتاجها علشان تطلع بأجمل شكل قدام الولد. أكيرا في الخروجة الرومانسية وبالفعل بتلبس وتتشيكوا بخروجهم سوا، هما الاتنين راحوا حديقة الحيوانات وكانت البنت توثى طايرة من الفرحة بمعنى الكلمة. الولد أكيرا عمال يبص لها بنظرات كلها حب وعينه مش راضية تسيبها أبدا ولا لحظة. بعد كده بنشوفهم لما راحوا المول سوا هما الاتنين، وفعلا كانت البنت توسى مبسوطة جدا بكل حاجة حواليها والوقت عدى معاها بسرعة. وبعد ما قعدوا علشان يرتاحوا شوية أكيرا قرر إنه ياخد الخطوة الجديدة خلاص ويفجر الدنيا. جاب لها هدية صغيرة، روبوت صغير كده كان عامله بنفسه بعد ما قرأ شوية عن أبحاث الميكانيكا البسيطة وقدر إن هو يعمله وقدمه لها، وهو بيقول لها بابتسامة خجولة عملته لك مخصوص انت علشان يفضل يفكرك بيه حتى لو أنا مش موجود معاكي. البنت كانت في قمة سعادتها وعينها لمعت واتكلمت وقالت له جميل جدا، أنا بحب كل حاجة أنت بتعملها، على فكرة حتى الحاجات الصغيرة بتكون غالية عليا قوي. وفي اللحظة دي